هنا الفنان يونس شلبي. دول كام يا 5 يا معلم. شراييني ماتت بعدك يما. والظهور الأخير ليه كان ظهور صعب ومؤلم جدا. احنا دلوقتي بقى جايين عشان خاطر نزور مدفن الفنان يونس شلبي وندعي له بالرحمة والمغفرة. هنا عاش فنان طيب وجميل، تحس ان هو اخوك، تحس ان هو صاحبك، ومن كتر ما كان اداؤه بسيط وجميل ما تحسش ابدا انه كان بيمثل، وكانه كان قاعد معاك على القهوه. وعلى قد ما ياما بسطنا وفرحنا الا ان نهايته كانت نهايه صعبه. والظهور الاخير ليه كان ظهور صعب ومؤلم جدا، لانه ظهر بشكل مختلف عن الصوره اللي دايما كان بنشوفه فيها. وهو كان دايما بيضحكنا وكان بيبسطنا، كان بيبكي من كتر الالم. احنا دلوقتي في المنصورة، وهنا في البرج دوت او في العمارة ديت كان عايش يونس شلبي فترة طويلة. كان عايش في الدور الثامن، بس في الفترة الأخيرة للأسف الشديد اضطر إن هو يبيع الشقة وممتلكاته عشان خاطر يصرف على علاجه. يونس شلبي اتولد في 31 مايو سنة 1941 هنا في مدينة المنصورة. يونس شلبي كانت طفولته صعبة جدا، لأن والده كان شغال في البورصة، وكان هو ولد وحيد على بنتين، وللأسف الشديد خسر كل فلوسه. عشان كده حزن واتقهر وتوفى، وكان يونس شلبي عنده 3 سنين. والدة يونس بقى اتحملت هي المسؤولية وجوزت إخواته البنات وفضلت عايشة معاه لوحده. ورحلة يونس شلبي في الفن ابتدت لما كان في المدرسة، وبعد كده في الجامعة لما كان بيشترك في الفرق التمثيلية، وكان بيمثل معاهم بعض الأدوار في المسرحيات. بس في نفس الوقت كان بيشتغل عشان خاطر يصرف على البيت ويصرف على والدته. واحنا كمان بنتجول هنا عرفنا انه كان شغال مع عمه في محل حلويات في فترة من الفترات. وبعد ما خلص يونس شلبي الدراسة، بعد ما اتخرج يونس شلبي انضم للمعهد العالي للفنون المسرحية، وابتدى يعني يشتغل كده على بسيط، وتعرف على بعض الممثلين اللي أخدوه في بعض الأدوار الصغيرة. وبعد كده تيجي النقلة بقى الكبيرة في حياة يونس شلبي لما انضم لفرقة الفنانين المتحدين مع عادل إمام وسعيد صالح، ودي تبقى البداية الحقيقية ليونس شلبي. والثلاثي دوت كانوا بالنسبة لبعض كأنهم تميمة الحظ، لأنهم لقوا بعض وابتدوا إن هم يقدموا نوع جديد من الكوميديا ما كانش موجود قبل كده. بعد إسماعيل ياسين وعبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس كان في فراغ كبير. الفرقة ديت أو الثلاثي دوت قدر إن هو يعوضه وبقوة. وكانت البداية الحقيقية ليونس شلبي في الفن سنة 1971 في مدرسة المشاغبين. وطبعا كلنا فاكرين الدور الجميل اللي كان عامله يونس شلبي، وكان بيأدي شخصية منصور ابن الناظر، واللي كان دايما ما بيجمعش الكلام. احنا جايين نعمل نفسي اسمع منك جملة مفيدة. والدور ده عمل ضجة كبيرة جدا، وعلم كمان مع النقاد بشكل كبير جدا، لدرجة ان ناس كتير لحد دلوقتي فاكرة ان يونس شلبي في الحقيقة ما بيجمعش الكلام زي منصور. ومن كتر ما الشخصية دي نجحت وعلمت، المنتجين بعد كده طلبوا منه ان هو يكررها مرة تانية، بس يونس شلبي رفض تماما، ما كانش حابب ان هو يكرر نفسه. وابتدى يونس شلبي انه يشق طريقه في الفن، وقدم حوالي 77 فيلم و30 مسلسل. لكن نجوميته الحقيقية اتكونت في المسرح. في أدوار تانية بقى عملها يونس شلبي في فترة الثمانينات، عمل أدوار يعني النقاد قالوا عنها إن هي يعني أدوار تجارية أو أفلام تجارية أو أفلام مقاولات، زي فيلم العسكري شبراوي، وزي فيلم مغاوري في كلية. بس في أدوار تانية في السينما علقت جدا، زي دوره في فيلم الكرنك، وإحنا بتوع الأتوبيس، وشفيقة ومتولي. وطبعا دول كام يا 5 يا معلم. الفرن مع العبقري الجميل عادل أدهم، واللي لحد دلوقتي لسه الكوميكسات بتاعتهم بتتقال لحد اللحظة دي. وبعد كده بقى هنلاقي واحد من أهم أدواره ومن أهم أعماله
وهو دوره في مسرحية العيال كبرت ودور عاطف السكري. برضو الدور ده علم جدا مع النقاد وعلم جدا مع الناس، لانه لحد دلوقتي لما تيجي تتفرج على المسرحيه ديت هتستمتع جدا بجماله وبساطته وتلقائيته. يونس الشلبي عمل افلام ومسرحيات، بس لا طبعا ده ليه بقى حاجه مهمه جدا وتعتبر من اهم اعماله، لان هو ما كانش ممثل بس، ده كمان كان بيمثل في صوته، وعمل حاجه من اهم علامات شهر رمضان الكريم وهو بوجي وطمطم. والمسلسل دوت شكل جزء كبير جدا من ذكرياتنا في شهر رمضان الكريم. نيجي بقى نتكلم عن يعني بعض المواقف في حياة يونس الشلبي، وهو عندنا موقف طريف وحكيته زوجته لما حب ان هو يعمل فرحه وكانت ظروفه مش قد كده، فقرر ان هو ما يعزمش حد، لان هو كان عامل الاكل على القد، ما كانش عامل اكل كتير، كان على قد المعزومين بس. سعيد صالح لما عرف، طبعا عارفين كلنا بتلقائيته وجماله وان هو ابن بلد، فقال لك ازاي يعني ده فرح يونس الشلبي ازاي ما نحضرش؟ فراح لم الفرقه كلها وراحوا رايحين الفرح بتاع يونس الشلبي، وطبعا هو اتفاجئ جدا، بس هم كان هدفهم ان هم يعني يبسطوه وان هو يقفوا معاه. احنا كده اتكلمنا عن التمثيل وعن الكوميديا، بس بقى نتكلم عن حياته الخاصة او حياته الزوجية. يونس الشلبي اتجوز وكان عنده 45 سنة. طيب ناس تسأل تقول طب هو كان ممثل وكان معاه فلوس، طيب هو اتجوز ليه متأخر؟ بصوا بقى الجمال والحلاوة ان يونس الشلبي كان مرتبط بوالدته جدا وفضل يرعاها طول حياته، عشان كده كان رافض ان هو يتجوز وكان رافض ان هو يسيبها لوحديها، فعشان كده فضل ملازمها طول حياته واتأخر جدا في الجواز لدرجة ان هو وصل ل 45 سنة، وده كان سن كبير للجواز. يقال ان هو لما جه اتجوز خد شقة لوالدته قدامه عشان خاطر في الرايحة والجاية يفضل يعدي عليها. ويونس الشلبي المرض في الفترة الأخيرة يعني عطله كتير جدا عن التمثيل، وفي مرة من المرات كان في مسرحية وحس بتعب وألم شديد، كان بسبب مرض السكر، وجات له غرغرينة في رجله، وكمان جات له أزمات كتير جدا بسبب ضيق الشرايين، وعمل أكتر من عملية زرع شريان. وبعد وفاة والدته اتبدل يونس الشلبي 180 درجة، لدرجة إن بعد وفاة والدته صرح وقال تصريح شهير جدا، وقال شراييني ماتت بعدك يما. والتصريح دوت يدل إن هو قد إيه كان متعلق جدا بوالدته. يونس الشلبي في الفترة الأخيرة زاد عليه التعب جدا، وكان بيمر بأزمة نفسية صعبة، وجات له أكتر من جلطة في القلب وكمان في المخ، وكمان تخيلوا إن هو عمل عمليتين قلب مفتوح، ويعتبر كل الفلوس اللي عملها في تاريخه للأسف الشديد صرفها على مرضه، وابتدى إن هو يبيع كل أملاكه، لدرجة إن هو كان عنده هنا في المنصورة بيت، وكان عامل لكل بنت من بناته شقة، اضطر إن هو يبيع كل ده. وفضل يونس الشلبي يعاني من مرضه لأكتر من 11 سنة، وكان من أواخر الظهور الفني ليونس الشلبي هو دوره في فيلم أمير الظلام، وكانت لفتة يعني محترمة وجميلة جدا من الزعيم عادل إمام، لأنه كان عارف الظروف الصحية ليونس الشلبي، وكان عارف إن هو محتاج فلوس، وكمان كان عارف إن هو محتاج دعم نفسي ودفعة معنوية قوية، عشان كده طلب منه إن هو يجي كضيف شرف في فيلم أمير الظلام. وساعتها حالته النفسية لما راح الفيلم واتجمع تاني هو وسعيد صالح وعادل إمام، كانت حالته النفسية يعني ابتدت ان هي تتحسن، وابتدوا ان هم يستعيدوا الذكريات، وفعلا كلنا اتأثرنا لما شفنا الثلاثي مع بعض من تاني. مش ممكن يعني اقدر اتاخر، وربنا يحفظك. ويمكن قبل وفاته ب 25 يوم حصل موقف يعني مع زوجته، موقف صعب ومؤلم جدا، لما كانت رايحة تقدم لابنها في كلية الهندسة، وحلمت ان هي يعني بتكتب نعي زوجها يونس الشلبي في الجورنال،
هنا اتخضت زوجته جدا وفضلت تبكي. هنا بقى رجعت بسرعة وقعدت جنبه في المستشفى، وفعلا بعد كده تعب جدا واتنقل للمستشفى وجات له أزمة تنفسية بعد ما عمل أكتر من عملية وأكتر من جراحة، وتوفى في 17 يناير سنة 2007. احنا دلوقتي بقى جايين عشان خاطر نزور مدفن الفنان يوني الشلبي وندعي له بالرحمة والمغفرة. هو مفيش يافطة أو مفيش رخامة خاصة بيه، بس لقينا إن محبينه كاتبين هنا الفنان يونس الشلبي 12/11/2007. زي ما قلت لكم ان يوني الشلبي على قد ما فرحنا كتير وعلى قد ما كان سبب في يعني سعادتنا لاوقات كبيره جدا، الا ان ظهوره الاخير كان ظهور صعب وصادم جدا، لانه ظهر بشكل مختلف تماما عن شكله وطريقته اللي كان بيظهر بيها، وكان متاثر جدا وكان بيعيط لأنه كان أنهكه المرض، وكانت حالته وظروفه الصحية والنفسية والمادية صعبة جدا. كان ظهوره الأخير كان صادم وصعب جدا، فأتمنى أي حد يشوف الفيديو دوت إن هو يدعي له بالرحمة والمغفرة جزاء ما أسعدنا. وكان هو لأنه كان إنسان طيب وجميل وبسيط جدا، فأتمنى أي حد يشوف الفيديو إن هو يدعي له بالرحمة والمغفرة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل واحدة ان هو تحديدا مدفون في ناس كده انا بقف عندهم بتأثر قوي بجد، يعني هنا نهاية الإحسان والطيبة وحسن النية. فحادثة صعبة جدا من الحوادث اللي بتهز الواحد كده لما بيجي يتكلم عنها. دلوقتي بقى هنطلع نشوف الشقة اللي كانت عايشة فيها وداد حمدي واللي حصل فيها الحادث الصعب ده. احنا النهارده في مقابر كرموز. طبعا في فنانه من الفنانات اللي احنا كلنا بنحبها واللي دمها خفيف جدا على الشاشه. ده حاجه، وقصه قتلها او قصه موتها كانت قصه صعبه ومأساويه جدا. انا بقول مثلا ان ده هنا نهاية الإحسان والطيبة وحسن النية. ليه بقى؟ لأني بني آدمة طيبة، إنسان كان طالع أو حد كان طالع على السلم عشان خاطر إن هو يستلف منها فلوس وكان طمعان فيها، وبعد كده فتحت له الباب وعملت له العصير وقال لها خش الحمام عشان خاطر أغسل إيدي، ودخل وراها وطعمها، وفضلت تترجاه وتبرق له وتترجاه تقول له انت بتهزر، ما انت ايه اللي انت بتعمله ده، وما وقفش. يعني مثلا ست كبيره، ست بتستعطفه، كل الكلام ده كله، و ما هزهوش، كمل جريمته. وبعد ما قتلها ضربها اكتر من 20 طعنه. فحادثه صعبه جدا من الحوادث اللي بتهز الواحد كده لما بيجي يتكلم عنها. الواحد وهو واقف هنا يا جماعه بيبقى متأثر جدا بالحادثه دي. احنا النهارده قدام قبر الفنانه رحمه الله عليها وداد حمدي. اتمنى ان انتوا تدعوا لها بالرحمه والمغفره. وطبعا اللي عرفني على القبر دوت او طريق القبر دوت صديقي حماده. حضرتك اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ايه رايك؟ ايه احساسك وانت واقف؟ والله انا جسمي اشعر اول ما اكتشفت القبر ده هنا. انا ما كنتش اعرف برضو. تمام. واول ما اكتشفت القبر بصراحه مش عايز اقول لك يعني بدون مبالغه عينيا دمعت، لان ما كانتش موت عادي، دي كانت جريمه قتل. وواحده ست كبيره زي ما حضرتك قلت، ومفيش شفقه وتملي الناس اللي هي الطيبه هي اللي بتغدر بيها. بالظبط كده، واخد بال حضرتك. فانا اكتشفت القبر هنا والله، وكنت داخل بالصدفه بزور احد الناس هنا، فاكتشفت القبر ان هي مدفونه هنا وان هي من اسكندريه اساسا. انا ما كنتش اعرف والله.
فسبحان الله هي جت برزقها كده عشان الناس تعرف عشان الناس تدعي هي لها. مدفونه فين، وعشان الناس تدعي لها. ده ميتها من اكتر حوالي 31 سنه تقريبا، واخد بالك، والناس تدعي لها، واخد بالك، لان هي منسيه تماما وتقريبا ما حدش بيزورها. مش منسيه، بس هو خلاص، هو للاسف الشديد هو الحال دلوقتي ان اي حد حتى صغير او كبير بيموت شويتين كده، وبعد كده كل سنه وانت طيب. بالظبط كده، ده حال الدنيا. حال الدنيا. فاحنا انا يعني بشكرك جدا. الله يخليك. ويا جماعه اتمنى ان كنتوا تدعوا لها بجد. فعلا انا بجد في ناس كده انا بقف عندهم بتاثر قوي بجد. يعني اللي فوق اليافطه ديت بتاعت الحاجه مديحه محمد عيسوي، يعني مكتوب من المفارقات ان الفنانه وداد الله يرحمها واسمها الحقيقي وداد محمد عيسوي ماتت سنه 94، والحاجه مديحه محمد عيسوي ماتت سنه 96 بعدها بسنتين. الحاجه مديحه اللي اكتشفت الحادثه دخلت الشقه وكانت عارفه ان اختها، يعني كانت حاسه الحاجه مديحه ان اختها حصل حاجه غلط ليها، لان دخلت لقت الشقه النور مولع والباب الحديد مفتوح واتخضت. يعني كان منظر الصراحه صعب جدا. فرحمه الله عليهم جميعا. اتمنى اي حد يشوف الفيديو ان هو يدعي لهم بالرحمه والمغفره. شكرا. هنا عاشت الفنانة اللي كلنا بنحبها وداد حمدي. هنا نهاية العطف والإحسان. إنسان بسيط طلع على السلم ده عشان تعطف عليه وللأسف خلص عليه. على قد ما كانت وداد حمدي ست طيبة وجميلة وعاشت حياتها في سلام، إلا إن نهايتها كانت نهاية صعبة ومأساوية. وعمر ما حد كان يتخيل أبدا إن نهايتها هتنتهي بالشكل ده أبدا. علشان كده لو بصيت ليافطة هنا عاشت وداد حمدي هتحس إنها حزينة عليها، وكأنها بتبكي على صاحبتها الطيبة الجميلة وداد حمدي. في يوم 26 مارس سنة 1994 صحي المصريين على خبر صعب وأليم. الفنانة الجميلة وداد حمدي اتقتلت في شقتها. واحد طلع لها شقتها عشان خاطر تعطف عليه، افتكر إن عندها فلوس وخلص عليها، وفي الآخر ملقاش غير شوية فكة. وداد حمدي كانت من الفنانين اللي كان عندهم قبول عالي جدا، ودايما كده كانت بتطلع في دور الخدامة اللمضة أم دم خفيف، وقدمت الدور ده كتير جدا في معظم أفلامها. عشان كده اتعرفت بأنها أشهر خدامة في السينما المصرية. في يوم من الأيام ريجيسير اسمه متى باسيلوس كان محتاج فلوس لأنه كان فاتح محل سمك، والمشروع ده فشل واتراكمت عليه الديون. هنا قرر ان هو يدور على حد يستلف منه من الفنانين، فقرر ان هو يلف عليهم. فكانت المفاجأة ان هو في البداية راح للفنانة يسرى عشان يطلب منها فلوس، بس البواب منعه وقال له دي نايمة، وكمان رفض ان هو يطلعه عندها. عشان كده مشي متى وقرر ان هو خلاص انا هروح لأي فنان وهقتله وهاخد الفلوس اللي انا عايزها. فجهز بقى سكنته وراح بقى على فين؟ على فندق اللي كان بيسكن فيه الفنان الكبير احمد زكي. بس طبعا لما راح وقف قدام الفندق لقى ان في امن كتير، سهل جدا ان هو يكشفه. فبعد كده قرر ان هو يروح للفنانة شريهان في الزمالك، ولما راح وقف قدام العمارة بتاعتها لقى مجموعة كبيرة من الامن، عشان كده ساب العمارة ومشي. وفي النهاية بقى كان قاعد على قهوة بعرة اللي بيقعد عليها الفنانين دايما، وجي بقى اسم مين قدامه؟ اسم الفنانة وداد حمدي. وفعلا كلمها وقال لها ان هو جايب لها دور في مسلسل، وخد منها ميعاد، وكان الميعاد دوت كان يوم الجمعة. ووصل هنا في العمارة متى باسيلوس وكلم وداد حمدي على التكتافون وقالت له اطلع يا متى الدور السابع. وفعلا طلع في الاسانسير، وكانت وداد حمدي في استقباله وقعدته في الصالون وكمان ضيفته وجابت له كوباية ليمون. ومتى بقى كان معاه ورق المسلسل، فقعدت تتكلم معاه عن دورها في المسلسل. وفجأة قال لها أنا عايز أدخل الحمام. طبعا وداد وافقت ودخلت أوضة النوم عشان خاطر تجيب له فوطة، بس سمعت خطوات رجلين ماشية وراها. التفتت لقت متى قدامها وكان مطلع السكينة بتاعته وكان مبرق. هنا بقى وداد بطريقتها قالت له متى احنا هنهزر؟
بلاش لعب عيال. وفضلت تترجاه وقالت له سيبني، وقلعت له الساعة اللي كانت لابساها، وكمان اديت له فلوس. بس متى خلاص كان مقرر ان هو يخلص عليها، لانها طبعا اتعرفت عليه وممكن تبلغ عنه. فللأسف الشديد ضربها في ظهرها، ووقعت على الأرض وفضلت تبصله وتترجاه وتستعطفه. بس متى خلاص قلبه مات، وفضل يطعن فيها كتير جدا. ولما اطمن ان خلاص وداد ماتت، حطها على السرير على وشها، وكمان غطاها بالهدوم. وطبعا بقى جه الدور على ايه بقى؟ ان هو يدور على الفلوس والذهب. وهنا كانت المفاجأة، لما لقى علبة الذهب بتاعت وداد حمدي فاضية. ولما دور على فلوس ما لقاش غير 270 جنيه بس. ولقى بقى كاسيت صغير جدا كانت حطاه وداد حمدي في غرفة نومها. واضح جدا ان متى باسيلوس كان محترف، لانه غسل بصمات ايده من على كوباية الليمون. مش بس كده، ده كمان قطع سلك التليفون وهرب، وراح محل السمك بتاعه وسدد شوية من ديونه، وراح العتبة وباع الكاسيت بتاع وداد حمدي ب50 جنيه. وبعد كده راح بيته في مدينة نصر، وفضل قاعد فيه وما جالوش نوم لحد ما اتقبض عليه. تاني يوم بقى أخت وداد حمدي السيدة ليلى عيسوي كلمتها على التليفون ومردتش، فقلقت وراحت العمارة عشان تشوف فيه ايه. فقابلها البواب وقال لها ان الفنانة وداد حمدي نسيت نور الشقة والع، وكمان سابت الباب الحديد مفتوح. هنا بقى حست ليلى ان وداد حمدي حصل لها حاجة، وان في مشكلة، لان وداد حمدي كانت حريصة جدا انها تقفل الباب كويس، وكمان تطفي نور الشقة قبل ما تنام. فطلعت ليلى العمارة ودخلت شقة وداد حمدي، وقلقت جدا لما لقت ان الشقة محتوياتها كلها متبعترة. وفضلت تنده على وداد ومحدش بيجاوبها. ودخلت أوضة نوم وداد حمدي، وكانت الصدمة لما لقيتها مرمية على وشها على السرير، وطبعا السرير كله مليان بالدم. هنا بقى فضلت تصرخ ليلى وطلبت الشرطة، اللي فعلا وصلت في لحظتها، واللي طلبوا ان مفيش حد يلمس اي حاجة في الشقة عشان خاطر البصمات. وهنا بقى كان السؤال، مين اللي يعمل كده في ست طيبة وجميلة زي وداد حمدي؟ عمرها ما كان في بينها وبين اي حد اي عداوة. وخدوا البصمات اللي كانت موجودة في الشقة، ولقوا بصمة غريبة كانت موجودة جنب الصالون، ولقوا طبعا بواقي الليمون. فعرفوا ان في حد غريب وداد استقبلته. من المفاجآت القوية جدا انهم لقوا ساعة يد رجالي، وكمان لقوا بقى حاجة مهمة جدا. المرحومة وداد حمدي لما كانت بتقاوم مسكت شوية شعر من القاتل في ايديها، وكمان لقوا أجندة تليفون فيها أكتر من 300 رقم. كانت الشبهة في البداية حوالين شخصين بس، لما اخوات وداد حمدي أكدوا إن متى كان واخد منها ميعاد، فالشرطة هنا اتأكدت إن متى هو اللي عمل العملة دي. فقبضوا عليه، وفي البداية أنكر الموضوع وقال أنا ماليش دعوة. بس لما واجهوه بعد كده بالأدلة اعترف بكل حاجة. وبرغم اعتراف متى باسيلوس الصريح، إلا إن محاكمته فضلت قدام القضاء 4 سنين كاملين. وبس في النهاية طبعا تم إعدامه. دلوقتي بقى هنطلع نشوف الشقة اللي كانت عايشة فيها وداد حمدي، واللي حصل فيها الحادث الصعب ده. للأسف الشديد المكان اللي احنا واقفين فيه دوت هو اللي حصل فيه الحادث الصعب. المكان ده كان شاهد على الخسة والندالة من القاتل متى باسيلوس، واللي نهى حياة بني آدمة عشان خاطر 270 جنيه.